بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعمل لكم النهاردة صدق وكبدة زي بتاعت العربيات. طبعا أنا حمرت الصدق وقطعته. ها، ودي طماطم وبصل جوليان وفلفل وتوم وكمون وكزبرة بس. دوت الإيدام بتاع الصدوق دوت. ها، عشان ايه؟ يبقى في نكهة الصدوق كله. ها، دلوقتي احنا نزلنا ايه؟ البصل هنسيبه يدبل ثواني. ها، وايه، وارجع لكم على طول. دلوقتي احنا هنسقط ايه؟ الصدوق بتاعنا. ها، طبعا احنا ما بنحطلوش توابل في كتيره ليه معاه، عشان هو اساسا جاي متبل. وان شاء الله انزل لكم الطريقه بتاعته لما احشيه لكم. اجيب الدنجن باذن الله واحشي لكم قدامكم الصدوق البيتي. اللي احنا بنعمله في البيت بدل ما نجيبه ايه من عند الجزار. ده متبل. ها، مش لازمه ايه توابل كتير. شايفين؟ هنسيبه يدبل مع البصله شويه. ها، وهوريكم هنعمل ايه تاني. بصوا بعد ما نتدمج مع بعض هنحط ايه؟ الثوم. شايفين كده اهو؟ بصوا اندمجت الصدوق مع البصل كده. ايه، هنحط حته التومه. شايفينها ازاي؟ اهي. كل ده هياخد من نكهه واحده. امشوا معايا خطوه خطوه وهتلاقوا ايه النتيجه معاكم. ولادكم كل شويه هيطلبوها منكم، وممكن تعملوها في عيش سوري. بصوا بقى كده، انا هحط معاكم ايه؟ كمون وكزبره بس، لان هو اساسا جاي متبل. بصوا الكمون والكزبره اهو بس. طبعا ايه، لسه هحط ملح، ما تنسوش ان هو فيه برده ملح. بصوا بقى دلوقتي هنحط ايه؟ الفلفل. الفلفل اهو. بصوا اهو. عايزين تحطوا سبايسي حطوا. معلش قطعت الفيديو عشان التليفون رن. دلوقتي انا بحط ايه؟ الطماطم دي قطايه واحده، قطايه كبيره حلوه اهي بس. هيتشوحوا مع بعض وخلاص على كده. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. ها، وانا مش هكبر الا غير بيكم اهو. بصوا شايفين؟ وشويه كده استنوا الكبده هعملها شويه كده اهوت بس. ايه، وادعموني. ودي الكبده الاسكندراني تبلتها بكمون وكزبره وحبه ملح وحطيت حته تومه صغننه. دي الكبده الاسكندراني. دي ما بتتغسلش، الكبده اساسا ما بتتغسلش لانها دمويه يا جماعه. وايه، وتوم بس كده اهوت. ونحط طبعا الفلفل لما اجي اعملها هوريها لكم. دي سلطه الطحينه. انا عاملاه بنص رغيف زي بتاعت المحلات بالظبط. ما تفكروش بتاعت المحلات ان هي بتبقى ايه؟ طحينه صافي. وعصرت نص ليمونه وحطيت حبه ملح. وهنحط دلوقتي ايه؟ الطحينه ونضربهم في الكبه. شايفين اهي؟ انا هضربها دلوقتي ايه في الكبه. عشان صوت الكبه ما يتعملش معايا عندكم دوشه. اسمها زي بتاعت المحلات بالظبط. بتاعت المحلات عمرها ما تعملها لك ايه بالطحينه صافي. بتعمل لك بتجيبي العيش الشامي وتضربه مع شويه مع طحينه وخلاص على كده. دي ايه؟ شكل الطحينه والشكل النهائي. فلفل. وسايبين ايه؟ لازم الزيت يبقى مقدوح زي كده. ونسقط ايه؟ الكبده. شايفين ازاي؟ بس ما نقلبهاش عشان ما تجيبش ميتها. اهي بصوا كده اهو. كده اهو. الكبده ما تحطلهاش الا غير كمون وكزبره بس، ما تحطلهاش حاجه تاني. دي الكبده الاسكندراني. ده بعد ما ايه؟ ما شمعت عشان ما تجيبش ميتها. بصوا اهي كده اهو. شايفين ازاي؟ ننزل بكميه الفلفل التاني. هنقلبها ونوطي ايه عليها عشان ما تشعوطش معانا. شايفين الشكل بتاعها؟ طبعا ايه، ادي كمون بتاعها والكزبره
اهي. هنقلبهم مع بعض، هنسيبهم دقيقتين. الكبده ما بتستحملش النار على طول عشان ما بتاخدش سوا كتير. وطبعا ادي التوم. اخر حاجه بنسقط ايه؟ الليمون، نص ليمونه ونحطها عليها. دي كده الكبده الاسكندراني. الملح بتاعها. النتيجه بتاعت ايه؟ الكبده. ودي كده ايه؟ الصدوق اهو. بصوا اهو. اوريكم بقى ايه اما اغرق. ايه الكبده في النهايه اهي، شايفينها؟ دي الكبده. بصوا بقى الصدوق. ودي كده ايه؟ الصدوق. طبعا احنا ايه، متنسونيش في اللايك والاشتراك. لايك واشتراك، ومع السلامة.